فاكر أول مرة حسيت إن كل حاجة غلت؟ مش خبر في التلفزيون، أنا قصدي أول مرة نزلت تشتري واتصدمت. فاتورة كان ب 200 مثلا، مرة واحدة لقيتها ب 350. حاجة كنت بتنزل تشتريها عادي بقيت تفكر مرتين قبل ما تشتريها. وقتها كلنا بنقول نفس الجملة: معلش أزمة وهتعدي والأسعار هترجع زي الأول. بس الأزمة بتعدي والأسعار ما بتنزلش. في 2020 مثلا لما حصلت أزمة الكورونا الأسعار ارتفعت بشكل كبير. وفي 2023 بعد ما منظمة الصحة العالمية أعلنت انتهاء جائحة كورونا التضخم بدأ يهدى في دول كتير. بس الغريبة الأسعار ما رجعتش زي الأول. وهنا بقى السؤال اللي الناس كتير بتسأله: ليه الأسعار بتزيد وقت لما بيكون في أزمة ولما الأزمة بتعدي الأسعار ما بتنزلش؟ في ناس كتير فاكرة إن التضخم لما بيهدى الأسعار هتنزل، بس الحقيقة التضخم لما بيقل الأسعار ما بتنزلش، هي بتغلى برضه بس ببطء شوية. وده اللي بتقوله تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إن التضخم بيهدى بس الأسعار بتفضل مرتفعة. يعني المشكلة مش في التضخم بس، أكيد في حاجات تانية بتحكم السوق. طب خلينا نبقى صريحين شوية، أنت فاكر إن الأسعار بتتحدد على حسب تكلفة السلعة أو الخدمة، وده حقيقي بس مش الحقيقة كلها. الحقيقة إن السعر بيتحدد على أساس أنت مستعد تدفع كام. في حاجة اسمها مرونة الطلب السعرية، يعني ببساطة قد إيه ينفع أزود السعر وأنت لسه عندك استعداد إنك تشتري. تخيل معايا المشهد ده: شركة من الشركات زودت 10 أو 15% على منتجاتها. الناس اتضايقت طبعا، بس في نفس الوقت اشترت المنتج. الشركة هنا بقى فهمت حاجة: إن السعر ده مقبول والمرة الجاية هتزود تاني، مش عشان هي شركة وحشة لا سمح الله، بس علشان هو السوق سمح لها بكده. يعني الشركات لما بتيجي تسعر بتختبر السوق مش بس بتحسب التكاليف. احنا دايما بنفتكر ان الازمات هي السبب في غلاء الاسعار، وده مش صح قوي. هي الازمات بتدي مبرر لغلاء الاسعار، مبرر بان الاسعار تغلى بدرجة كبيرة ومن غير مقاومة. بس اللي بيحصل بعد كده هو الاهم: الازمة تهدى فالتكلفة تقل. طب ليه الاسعار ما بتنزلش؟ عشان ببساطة مفيش سبب يخليها تنزل. الأسعار لو مرتفعة والناس لسه بتشتري، طب إيه اللي يخلي الشركة تقلل مكسبها؟ لأن هنا السوق مش بيكافئ اللي بيقلل سعره، السوق بيكافئ اللي بيعرف يبيع. والأخطر من كل ده إن أنت بتتعود. في الأول بتحس إن السعر غالي، بعد شوية بتقول هو غالي بس عادي، وبعد كده بتحس إن هو ده الطبيعي. وفي أبحاث في الاقتصاد السلوكي بتأكد إن الإنسان بيتأقلم بسرعة جدا مع الأسعار الجديدة. وتعالى بقى نحط الكلام ده كله جنب بعض. الأزمة ترفع السعر فالناس تشتكي بس تشتري، فالشركات تلاحظ فتثبت السعر فالناس تتعود، وبكده الزيادة بقت جزء من الواقع. يعني الأزمة مش بترفع السعر على قد ما هي بتكشف احنا قد ايه مستعدين ندفع. لأن في الاقتصاد السعر مش بيقل لما التكلفة تقل، السعر بيقل لما الطلب يرفض. يعني الموضوع كله مش في ايد الشركات على قد ما هو في ايدك انت كمستهلك. وخليك فاكر دايما ان مش الأسعار هي اللي بتحددك، انت اللي بتحدد الاسعار بس من غير ما تحس.